ايه يعني ما كلنا انضربنا من اهالينا؟ يعني ايه المشكله لما اضرب ابني؟ هو هيموت؟ يا ابني انت احمد ربنا اصلا ان انا جايبه لك ده وعامله لك ده وانا في سنك اصلا ما كانش عندي تليفون. ده انا وانا في سنك عمري ما عرفت يعني ايه بلاي ستيشن اصلا. يعني احمد ربنا احمد ربنا. الجمل دي اغلبها اصحابها تعرضوا لتروما وبيورثوا التروما لاولادهم من غير ما يحسوا. اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الصدمات اللي ممكن نكون تعرضنا لها وازاي الصدمات ممكن تاثر على سلوكنا واختياراتنا في الحياه. المره دي بقى انا عايزه اقول لكم على خطوات فعليه تاخدوها في حياتكم لو بداتوا رحله التشافي وخدتوا القرار ده، فلازم تكونوا مصرين وعندكم صبر كبير جدا ان انتوا تكملوا الخطوات دي. يلا بينا نبدا رحله التشافي مع بعض ونقول خطوات فعليه عشان نساعد بعض. اول خطوه تعتبر من اهم خطوات التشافي من اي صدمه هي الاكنولج او المعرفه، انك توصل كده للبصيره ان سبب سلوكك ده وسبب الرفلكت بتاعك ده واللي بيحصل ده بسبب تروما حصلت لك وانت صغير او صدمه. اول ما توصل لمرحله الوعي بتاعتك او المعرفه التامه ان حصل لك تروما، هتبدا تتقبل نفسك وتبتدي تحب نفسك وتبدا الرحله. تاني خطوه هتبدأ تسيك بروفيشنال هيلب، هتبدأ تطلب مساعدة من ناس متخصصة وفاهمة هم هيقولوا لك ايه. ولو ما قدرتش هتبدأ تدور بنفسك وتبحث وتعمل ريسيرش كتير جدا من كتب بروفيشنال عن طريقة حل الصدمة دي او ازاي تتعايش معاها وتتقبلها وتساعد ان انت تطور نفسك وتغير نفسك. الخطوة الثالثة تعتبر من وجهة نظري اهم الخطوات، وهي set boundaries او ان احنا نبدأ نحط حدود. دلوقتي جه وقتنا ان احنا نعمل حدود مع الاصحاب، حدود مع الاهل، حدود لاي حاجة عشان نعرف بيها ونعلي بيها قيمة نفسنا ونرضى عن نفسنا ونحس ان احنا مش available او full guarantee، ان احنا متاحين للجميع. لو عايز تعرف اكتر عن الحدود او الباوندريز هتلاقي هايلايت عندي على الانستجرام اسمه ليه حدود، انصحك تسمعه، هيساعدك كتير تغير طريقة تفكيرك وانك تبدأ تحط حدود. الخطوة اللي بعدها وهي practice self care، انك تتعود تحب نفسك وتقدر نفسك وتهتم بنفسك، وده فيه كذا مرحلة. اول مرحلة الفيزيكال كير، ان انت تهتم بصحتك الحركية وانك تمارس رياضة او تخرج تتمشى او تهتم بجسمك كله. الخطوة التانية هي الايموشنز كير، ان انت تهتم بمشاعرك تعبر عنها، وان احنا مش لازم نكون مبسوطين او فرحانين طول الوقت. طبيعي جدا مشاعرنا تكون متغيرة ونمر بفترات depression أو anxiety أو توتر أو زعل أو حزن، ده طبيعي، لازم نتقبل مشاعرنا. والمنتل هيلث كير من برضو أهم الأنواع في practice self care، وطبعا كلنا أغلبنا مش بنهتم بيها، هي الصحة النفسية. الصحة النفسية لا تقل اهتماما عن الصحة الجسدية، ولازم تاخد بالك امتى وفين ومع مين أقدر أتكلم عن صحتي النفسية وأبدأ أعالج نفسي. الخطوة الخامسة من أهم الخطوات العملية اللي هنبدأ في تنفيذها هي اسمها build support system، ودي عبارة عن تكوين علاقات جديدة هدفها الأساسي الراحة والدعم. يعني أي حد هيبقى في حياتنا يكون مرتاحين معاه أو يدعمنا أو ندعمه. هتحس براحة واختلاف كبير جدا إن أنت تبقى في وسط ناس هدفها الأساسي تسبورت يو وإن أنت كمان تسبورت them. ده هيختلف إن أنت تختار علاقات قوية تبنيها في حياتك. خليك متأكد ان اي علاقة هتبنيها بعد الخبرة وبعد الصدمات وبعد التشافي هتكون اقوى واحسن بكتير في حياتك، لانها هتكون قايمة على الرعاية والاهتمام وتبادل الخبرات والتعليم. وببساطة شديدة العلاقات الجديدة اللي هتكونها هتكون ناجحة جدا، لان انت هتبقى new version of yourself بأفكار جديدة وسلوك جديد ورد فعل جديد. فتأكد ان انت هتكون انسان ناجح اكتر اول ما تبدأ رحلة التشافي من صدمات حياتك. ركزوا معايا بقى في آخر خطوتين من خطوات التشافي من الصدمات، وهي educate yourself أو ثقف نفسك، علم نفسك وفهم نفسك إيه هي التروما، اتكلم على الإفكت بتاعها وشوف آخر ريسيرش ليها. في كتب كتير قوي بتتكلم عن التروما، اقرأ كتير عنها. في لحد دلوقتي ناس بتستنكر أصلا موضوع الصدمات ده، فأنت ابدأ علم نفسك وثقف نفسك وانشر الثقافة دي وحاول تفهم ذاتك. طول ما أنت بتفهم نفسك أكتر هتقدر تساعد نفسك. آخر خطوة هي set goals، ابدأ بقى حط أهداف لنفسك ولحياتك، وابدأ ثق في نفسك تاني وخليك قادر على تجاوز أي شيء. وخليك فاكر دايما إن التروما أو الصدمات أو رحلة التشافي بصورة عامة تجربة شخصية وبتختلف من شخص لشخص وبتاخد وقت، فخليك قادر على مواجهتها وتقبلها وإن أنت تمر بيها بسلام. وافتكر دايما إن أنت الإنسان الوحيد
القادر على مساعدة نفسك. ما تنسوش ان الصدمات ممكن ان تكسر قلبك، ولكن يمكنها ايضا ان تفتح عينيك. الصدمات قد تجعلنا نعتقد ان العالم مكان غير آمن، لكن الشفاء يعلمنا ان الامان يكمن داخلنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عندي وتفعلوا الجرس، وكمان تنشروا الفيديو بينكم وبين اصحابكم. لو عايزين تبتدوا رحلة تشافي صح ابدأوا بالخطوات دي.